بس قبل ما ابدا الفيديو كده حابه اقولك لو انت اول مره تشوفي قناتي وعجبتك يا ريت تشتركي فيها وتفعلي الجرس على الكل عشان يوصلك كل فيديو جديد انا بنزله. وكمان تخشي تكتبي لي كومنت حلو كده عشان اعرف ان انت جديده واخش ارحب بيكي. يلا بقى نبدا الفيديو بتاعنا ونسمي الله ونصلي بقى على الرسول. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. عايزه اقول لكم بقى اول حاجه كده، كل سنه وانتم طيبين. خلاص رمضان على الابواب، خلاص فاضل اقل من 20 يوم. يلا كل سنه بقى وانتم طيبين. بصوا بقى النهارده الروتين كده ان شاء الله هلف كده في الشقه كده، في كل كده اوضه في الشقه. هكنسها بقى كده واظبطها بقى وامسحها وافرشها. عايزه رمضان بقى ان شاء الله كده يجي علينا يكون بقى الشقه بتاعتنا نظيفه. يعني عشان يعني نسيب وقت كده في رمضان ان شاء الله للصلاه وكمان قراءة القرآن وكده. يعني نحاول نقلل، يعني احنا كده كده هنوضب برضو، يعني مش هنقول مش هنروق وكده. بس يبقى حاجات بقى كده على السريع كده، حاجات خفيفة كده. وعايزين بقى كده الشقة بتاعتنا تبقى نظيفة بقى كده، اي حد يجينا في عزومة كده في رمضان. لينا احنا كمان نظافة يعني لينا في رمضان على خير. عايزين بقى كده نمسك كده كل ركن كده في الشقة ويخليه كده بيلمع. بصوا كده انا اول حاجة بدأت معاكم بأوضة النوم. انا بدأت ان انا يعني نفضت الشبابيك وعملتها كده بالمكنسة، لان عندي الشبابيك الالمونتال بحب اعملها بالمكنسة. وسبت بقى الشبابيك مفتوحة وطلعت كمان المخدات والبطانية، حطيتهم كده على الشبابيك زي ما انتوا شفتوا. يعني كل شباك كده حطيت عليه حاجة. انا عندي شبابيك صغيرة بس يعني محبتش ان انا اروح الناحية التانية في البلكونة عشان لسه هحط فيها الفرش التاني بتاع الاوض التانية وكده. فقلت احط دول هنا في الاوضه وكده. بصوا بقى. يعني انا ما جبتش معاكم الكام لقطه اللي انا بقول لكم عليها ديت. انا فتحت الشبابيك وحطيت الحاجه وكده قلت اوريها لكم. وبس كده بقى وخلصت وهبدا بقى كنست. وكمان شلت التسريحه، شلتها يعني تخرتها. انا قليل قوي لما بتخرها كده. يعني لما بعمل بقى تنظيف عميق بقى في الاوضه وكده وعايزه امسحها بقى كده مسحه محترمه، فبشيل بقى التسريحه كده من مكانها خالص وابدا بقى اكنس من تحتها وبعدين امسح وكده زي ما انتوا شفتوا. بصوا انا كده خلصت الاوضه. مسحتها كده كلها وابتديت بقى ان انا افرش كل حاجه كده فيها. والمخدات برضو هنا هنزلها. وهبدا بقى اقفل الشبابيك وحطيت كمان السرير الصغير دوت. حطيته مكانه. بصوا كل الحاجه اللي على السرير الصغير دوت. كل حاجه يعني كانت على الارض وكده انا هبدا اشيلها دلوقتي وهنزلها مكانها. بس يعني عشان اروق من حواليا عقبال بس ما اكنس وامسح وافرش. وهبدا بقى انزل كده كل حاجه وعلى نظافه. يعني كده بقى خلصت بقى الاوضه كلها وفرشتها كمان وشلت كمان الملايه اللي كانت محطوطه. هغسلها بقى. يعني انا بحب لما باجي اروق ايا كان بقى تنظيف عميق في الاوضه او تنظيف عادي كده على السريع. بس المهم يعني ان انا هشيل الفرش وهكنس وامسح. فبحب اشيل الملايه. يعني حتى لو مش ميعادها، يعني حتى لو مش ميعاد ان انا اشيل الفرش بتاع السرير واغيره. لا بحب ان انا يعني بما اني بقى كنست ومسحته وكده فاخلي بقى الدنيا كلها كده من حواليا نظيفه. يعني واشيلها حتى لو لسه فرشها امبارح بشيلها برضو وبحط مكانها حاجه نظيفه وكده، بما اني بقى كنست ومسحت وروقت بقى الدنيا وكده. لكن لو على السريع كده وتلميع وخفيف وكده فبحط بقى ايه. بس بحط الملاية يعني هي نفسها تاني. بقى خلاص فرشت السرير وحطيت عليه بقى المفرش القطيفة دوت. انا حطيت من تحت كده يعني انام عليه مكان الدفاية يعني وكده. بس كده بقى خلصت كده اوضه النوم وفرشتها. هبدأ بقى اخش على اوضه الانتريه. بصوا بقى اليوم دوت كان الجو حر جدا. اليومين دول الجو حر، يعني درجة الحرارة واصلة ل31 و32. فالجو كده مشمس كده وحاسة بدخول الصيف. بس يعني هما بيقولوا هيرجع تاني الجو، يعني هيرجع يبرد تاني وكده. فمش عارفة بقى بصراحة. بس هو اكيد برضه هيبرد تاني لان احنا لسه في اول 3. بس الجو حلو اوي، انا بحب الجو ده يعني، ولا هو حر قوي ولا ساقعة قوي، يعني ما بين البنين كده. فبحب انا الجو ده وبحب بقى فيه الترويق بقى والغسيل والنشير. بحس كده فيه بتشجيع يعني وحركة كده ونشاط. مش عارفة ليه، يعني مش عارفة انا بس كده ولا معظم الناس كده. بس بحس في الجو ده ان انا عايزة بقى اطلع بقى اشمس الفرش وافتح بقى الشبابيك والشمس تدخل الشقة واحب بقى امسح واكنس وابدأ بقى اروق في الشقة وكده.
باحس كده يعني بنشاط، غير بقى الجو الساقعة وكده بابقى كسلانة ومش ماليش مزاج إن أنا أقوم، حتى لو باعمل حاجة لإني لازم أعمل الحاجة بتاعة بيتي وكده ولازم أقضي يعني مصالح بيتي، بس بابقى إيه قايمة بقى اللي هو برضه سقعانة شوية، كسلانة كده. لكن الجو دوّة بقى الشمس اللي وهي داخلة كده بتديكِ نشاط كده وpower كده جميل، وبتحسسِك كده بفرحة كده. بصراحة أنا كنت فرحانة يعني اليومين دول إن هو الجو مش عايزاه يسقّع تاني بصراحة، يعني عايزة الجو كده يفضل اليومين دول كده حلو كده. على الأقل يعني بافتّح الشقة والشمس بتدخل كده للشقة، غير في أيام السقعة بافتحها 10 دقايق كده ربع ساعة بالكتير عشان الجو الساقعة والعيال، وباقفلها على طول مجرد بس إن أنا أهوي الشقة. لكن اليومين دول فاتحة من أول ما باصحى من النوم لحد العصرية كده والّا حاجة، من بعد العصر كده بابدأ أقفّل بقى الشقة وكده. فبجد يعني اليومين دول الجو حلو أوي. يعني أنتِ عايزة تعملي أي حاجة اعملي في اليومين دول قبل يعني ما الجو يسقّع تاني وكده. بُصّوا بقى أنا دخلت على أوضة الأنتريه، أول حاجة بقى مسكت الشباك بتاعي كده الشباك الألمونتال دوّة، ابتديت إن أنا أنفّضه وبعدين مسكته بالمكنسة وشفّطت كده التراب كلّه منّه، عشان يعني لو في تراب كده في حاجات في حتت يعني أنا مش عارفة أجيبها في الزوايا اللي جوّه ديّة تطلع بالمكنسة وكده. وخلّصت وابتديت بقى إن أنا أمسك السجادة بتاعتي هاعملها بالمكنسة وهالمّها واحطها على جنب، هاوقّفها على جنب عقبال بقى ما أخلّص كنس يعني ومسح وكده، وهابدأ بقى أحطها تاني يعني وكده. هامسك بقى الأنتريه بتاعي، هامسك كنبة، كنبة والكراسي كلّها والكرسيين يعني وكده، وهابدأ بقى أنفّض من تحتهم وأحط المخدات تاني بقى على نضافة. بُصّوا أنا أوضة الأنتريه دي أنا مش باخشّها كتير، أنا قُلت لكم الموضوع ده قبل كده. يعني لمّا بيكون في ضيف حاجة كده بابدأ إن أنا أفتّحها وأدخلها. لكن هي فيها اللي هي البرج دوّة، فيه يعني حبال وكده بانشر فيها، أيام الشتا مش بانشر فيها، لإن بيبقى الجو ساقعة وكده بانشر في البلكونة الصغيرة واخلّص يعني على طول. لكن في الأيام اللي هي باقول لكم زي الجو ده كده الجو حَر أو الجو صيف، باحب إن أنا أفتّحها وأنشر فيها، لإن أصلًا بالغسيل بيبقى كتير. طبعًا أنتم عارفين غيارات الصيف بقى بتبقى كتيرة أكتر من الشتا. فباحب إن أنا أفتحها يعني كده وأنشر فيها. فاليوم ده بقى بصراحة نوّيت عليها كده، كنت عايزة بقى لي فترة ما عملتهاش، كنت عايزة أروّقها وكده، فطلّعت بقى فتحتها وزي ما أنتم شُفتوا بقى كده وابتديت إن أنا أنفّض فيها. قُلت يعني عشان بقى لي كتير يعني ما عملتهاش وكمان على دخلة رمضان كده على خير كل سنة وأنتم طيبين، أبدأ بقى أنضّفها وكده وأعملها تنضيف يعني عميق وكده معاكم. عايزة أقول لكم اليومين دول بقى الناس كلّها في المحطة، عندنا يعني في المنطقة يعني، آآ كلّها بقى مشغّلة الأغاني والناس ابتدت بقى تفرش حاجات رمضان، يعني الناس اللي هي عندها فوانيس ابتدت تطلّع الفوانيس وتطلّعها برّه يعني تبيعها، والناس بقى اللي هي بتاعة المخلّلات بقى والحاجات الحلوة الجميلة اللي أنتم عارفينها ديّة، والعطّارين بقى طلّعوا بقى الياميش بتاع رمضان والبلح والحاجات الحلوة أوي ديّة. فبجد أنا ماشية الأيام دي يعني في الشارع في المنطقة هنا فرحانة أوي بالأجواء اللي هي خلاص بقى رمضان داخل كده يعني، فكرة بس إن رمضان خلاص قرّب كده حاجة يعني تفرّحني، هو لسه ما جاش بس دي في حد ذاتها إن هو قرّب ديّة بتبقى مفرّحانا أوي. بجد رمضان بأيامه حلوة أوي وأيامه كلّها خير وبركة وبجد بيبقى بييجي كده يعني هو بييجي مرّة في السنة، هو شهر في السنة فبنستقبله كده أحسن استقبال ومش عايزينه يمشي أساسًا، يعني بيبقى عايزين يفضل كده على طول، هو بيخلص بسرعة أصلًا ما بنبقاش عايزينه يخلص. فعايزين بقى كده إحنا نروّق الشقة بتاعتنا كده ونستقبله كده استقبال حلو كده. بُصّوا أنا مش كل حاجة باعملها في الشقة قبل رمضان، حاجات معيّنة زي ما قُلت لكم قبل كده، مش باعمل كل حاجة قبل رمضان، حاجات معيّنة قبل رمضان وحاجات تانية باعملها قبل العيد وكده. يعني قبل رمضان بامسك الشقة عادي زي اللي هو الترويق اللي هو العادي، بس يعني زيادة حبّتين، مش اللي هو على الماشي كده لأ، يعني باشيل زي ما أنتم شُفتوا كده دلوقتي في أوضة الأنتريه شِلت الكنب، كنست تحتيه هامسح تحتيه وكده. لأ، على دخلة العيد إن شاء الله هابدأ بقى أمسك الأوضة ديّة، هامسح بقى الحيطان بتاعتها أزعّفها، أمسك الحيطان، أنزّل الستاير هاغسلها، الفرش بتاع الأنتريه نفسه هاشيله وهاغسله برضه، السجادة هاغسلها، ده كلّه على العيد، على خير إن شاء الله. لكن على رمضان بس مجرّد إن أنا أنفّض وأكنس وأمسح وهافرش الفرش هو، مش هاغسله ولا حاجة ولا هاغسل سجاد ولا هاغسل فرش يعني وهافرش كل حاجة زي ما هي.
كذلك باعمل كده في كل يعني الكلام اللي أنا باقوله ده بينطبق على كل الغرف اللي عندي، كان أوضة النوم أو أوضة الأطفال أو الصالة أو كده، لأ باكنس وبامسح عادي وبافرش الفرش هو، إن كان بس لو هاغسل الفرش اللي هو الخارجي اللي برّه، اللي هو يبقى على الرُكنة اللي على برّه دوّة، اللي هو الكسوة يعني اللي هي تبقى من برّه، دي مش هاغسلها. لكن سجاد وستاير وإن أنا أغسل حيطان وكده لأ مش باعمله قبل رمضان. بافرش بس وخلاص وعلى نضافة، وإن كان مثلًا هاحط حاجات بقى زينة لرمضان في الصالة، في المطبخ، المطبخ ده دي حاجة تانية خالص، قصة تانية لوحدها، المطبخ دوّة باخلّصه كله، زي ما عملت معاكم في الفيديوهات اللي فاتت، مسكته كده من فوق لتحت، شقلبته كده زي ما باقول شقلبت حاله و ونضّفته على الآخر يعني، وكل حاجة كانت معاكم، باعمله يعني قبل رمضان، باحب أعمله قبل رمضان المطبخ بالذات، لإن رمضان زي ما أنتم عارفين وقفتنا كلها فيه، آآ أكل بقى وعزومات وحلويات وزي ما أنتم عارفين، فباحب إن أنا أعمله وهافرشه برضه إن شاء الله معاكم بإذن الله قبل رمضان بقى بالفرش بقى الرمضاني وكده بإذن الله، فباحب يعني إن أنا أضبّطه قبل رمضان، ده المطبخ، لكن باقي الأوض والصالة والحاجات التانية ديّة لأ زي ما أنتم شايفين زي ما أنا باعمل معاكم الخطوات اللي أنا باعملها معاكم كده بالضبط، باكنس عادي وبامسح وبافرش، وإن كان حاجة هتتغسل بس خارجية كده هاغسلها، لكن فرش أنتريه أو فرش رُكنة وكده لأ ده كله هيتشال إن شاء الله قبل العيد وهيتغسل، والسجاد إن شاء الله قبل العيد والستاير إن شاء الله هانزّلها كلها قبل العيد، وهاعملها وكده، والمفارش برضه وكل حاجة كل ده هيتغسل إن شاء الله قبل العيد ويتفرش بقى على نضافة كده عشان ينوّر كده. لكن الحاجات التانية زي ما أنا قُلت لكم. بُصّوا بقى أنا كده خلّصت أوضة الأنتريه زي ما أنتم شُفتوا كده، يعني الفيديو كان بيشرح نَفْسه زي ما بيقولوا، فما قُلتلكوش يعني أنا باعمل إيه، أنا خلاص كنست ومسحت وفرشت السجادة وسِبت كده الشباك كده مفتوح عشان يعني يدخّل كده شمس للأوضة، زي ما قُلت لكم كده أنا باحب الجو ده أوي الشمس دوّة إن هو يدخّل كده شمس، يعني هو مش حَر أوي اللي هو لدرجة إن أنتِ الهوا ما تطيقيهوش لأ، يعني هو الجو حلو، هوا يعني فيه نسمة برضه هوا حلوة، لكن الشمس جميلة أوي، يعني أنا باحب الوقت ده في الشمس كده إن الشقة كلها تتشمس وكده، وكمان طلّعت الفرش بتاعي استغلّيت بقى النقطة ديّة، إن الجو شمس فطلّعت بقى البطاطين واللحاف بتاعي وكده، وابتديت إن أنا أفرشه بقى في البلكونة، وسِبتهم بقى كده يتشمسوا، وهابدأ بقى أمسك الشيش بتاعي، أنا حاطة في البخاخة ديّة مَيّة وأوكسجين، وهابدأ بقى كده أرُش بالبخاخة وهامسح بقى بالفوطة اللي معايا، وقُلت بس أنا كنت نفّضته عادي، يعني أنا في الأول نفّضته قبل ما أعمل الخطوة دي نفّضته عادي من التراب، وشِلت بس من عليه التراب، وابتديت بقى إن أنا أعمل بالخطوة دي البخاخة بس مجرد إن هو يلمع معايا، فاهمين أقصد إيه، يعني مجرد يدّي تلميعة كده بس للشيش يعني وكده، ونفّضت بقى اللي هو البلكونة الألمونتال من جوّه، وخلاص على كده، وهابدأ بقى أكنس الأوضة، وهامسحها معاكم كده برضه وهافرشها، بس كده بقى. أنا بُصّوا نسيت أقول لكم على حاجة برضه تاني، إن شاء الله برضه من الحاجات اللي أنا باعملها قبل رمضان، النيش الدواخل يعني اللي هو النيش ده إن شاء الله هامسكه قبل رمضان وهامسكه معاكم برضه وأعمله، زي ما عملت الدواخل كده بتاعة المطبخ هامسك برضه الدواخل اللي هي النيش، أنا عندي نيش واحد بس، هابدأ إن أنا هانضّفه برضه هامسح كل حاجة فيه، أطلّع كل حاجة فيه وهامسحها وكده، هاعمل كل حاجة معاكم إن شاء الله، لإن النيش مش بيتعمل على طول، يعني هي مرّة في السنة، يعني أنا باعمله الصراحة هي المرّة دي، ممكن أعمله مرّة تانية على دخلة موسم تاني بقى يعني على دخلة الشتا، بس كده، لكن الدواليب أنا مش هاجي جنبها خالص دلوقتي، مش هاجي يعني جنبها في الدواخل بتاعتها، ولا هاطلّع هدوم ولا أي حاجة، لإن إحنا داخلين خلاص على صيف قرّبنا بإذن الله، فدخلة الصيف بقى طبعًا هنطلّع كل اللي في الدولاب ده هنشقلبه كله، وهنطلّعه وهندخّل حاجات مكانه الشتوي، فأنا مش هامسك دلوقتي دواليب خالص، هاسيبها زي ما هي كده، وإن شاء الله على دخلة الصيف أول لمّا أحس بقى خلاص إن الجو خلاص يعني صيّف كده وما فيش بقى سقعة تاني بإذن الله، هابدأ بقى أطلّع كل حاجة من الهدوم كده ومن الدواليب وأدخّل الصيفي. أنا بقى وكمان برضه على دخلة العيد إن شاء الله أو على دخلة الصيف على حسب ساعتها يعني برضه هاشوف الدنيا فيها إيه،
برضو هشيل تحت السراير وهظبط تحتها بقى واكنس وامسح تحتها وكده، ولو في حاجة عايزة تتعان تحتها. فانا هعمل الخطوة ديت مع الدواليب، عشان لو في حاجة عايزة عينها من الهدوم وكده ومش محتاجاها ايه احطها تحت السراير بالمرة وكده. فالخطوة دي هعملها ان شاء الله يعني الدواليب وكده. كده خلاص خلصت الأوضة بتاعتي وسبت كمان بقى الشباك كده يدخل الشمس. ويا رب يكون الفيديو عجبكم، ان شاء الله استنوني في فيديو جديد. مع السلامة.